السلام عليكم. وصفتنا ديال اليوم وصفه سهله ماهله، فكره عشاء سريعه التحضير وبمقادير متوفره في كل منزل. فلهاد الوصفه غادي نحتاجو واحد المقله سواء انديفيديوال كيف ما هذه اولا مقله عاديه عائليه. غادي ندهنوها بالقليل من زيت الزيتون. غادي نستفو فيها البطاطا اللي سبق لينا وسلقناها على هذا الشكل هذا. ثم غادي نضيفوا قطع صغيره من القطع ديال لي جامبون. الا ما عندكمش ممكن تستعملوا الطون اولا لي لاردون اولا الدجاج اللي سبق لكم وطيبتوه تفردتوه بحال هكا، ولا الكاشير، داكشي كيبقى على حساب اللي متوفر عندكم في المنزل. غادا نضيف كذلك قطع من الجبن. هنا الجبن حتى هو اختياري، غادي تستعملوا الجبن اللي كتفضلوا واللي متوفر عندكم في المنزل كذلك ومثال. وغادا ناخذ جوج بيضات، غادا نزيد عليهم شويه الملحه شويه البزار، وغادا نخلط هاد البيض هذا بحال اللي بغيت ندير اومليت، وغادا نوزعو على هاد لي باغ هادو. ممكن كذلك هاد الوصفه تحضروها في لي مول ديال الكاب كيك وتدخلوها للفران. طيب اون فوا كنسالي هاد العمليه غادي نغطي عليهم ونخليهم يطيبوا على عافيه مهيله. ملي كيطيبوا كنقدموهم في طبق التقديم. انا هنايا زدت عليهم القليل من الطماطم اللي قطعتها دي رونديل، زدت عليها شويه ديال زيت الزيتون، شويه د الملحه، شويه د البزار، وزينت بالسيبولات. الزين كيبقى دائما اختياري، جربوها فعلا فعلا تستحق التجربه وغدا تعجبكم وغتولي عندكم يعني من الاطباق المعتاده. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن صحه وعافيه يا رب، ودمتم في رعايه الله والى اللقاء. ماركيا ديليس.